السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي ديليس ديناس. جيتكم اليوم بوصفة رائعة جدا، وصفة سلاد تاع الكينوا. هذه خاصة بالكينوا والعدس، هذه خاصة لأصحاب الأكل المتوازن والصحي واللي يديروا سبور بوكو بلوس والريجيم يموتوا عليها. هذه الوصفة وملبية لكل احتياجاتنا اليومية من فيتامينات ومن طاقة. عفوا. الوغ تبعوا معايا الوصفه وتشوفوا كامل لي زانغريديون نتاعنا. الوغ على بركه الله نبداو الوصفه. هنا نسحقوا قبل العدس اللي كنا نقيناه وشللناه وقطرناه. العدس لازم يكون هذا الصغير بالعين، يعني نوري لكم فيه مليح، ماشي هذاك اللي نديروا به لا سوب، هذا الصغير، فهمتوا؟ هذاك اللي يجي واعر في الطياب. مي انا تاعي طيبته، شوفوا غير في القدره شد لي يا ربي 20 دقيقه وطاب الزبده. نتوما خيروا لي طيب دقيقه واللي يكون صغير، فهمتوا؟ تاع لا سالاد يجي هذاك الصغير ماشي هذاك الكبير. هنا الكينوا تاعي كيف شللتها وقطرتها ونديرها تتغلى. هنا الكينوا اللي ما يعرفهاش تلقاوها في لي غروند سورفاس بارتو، راهي متواجده دركا. فوالا نديرها تتغلى كيف بعد ما شللتها وقطرتها. الكينوا ما تشدش اليد، يا ربي 5 دقائق، ما تشدش الوقت في الطياب، يا ربي 5 دقائق وطيب، 5 دقائق حتى 7 دقائق. هنا نجيب لي طوماط تاوعي، انا عندي لي طوماط سوريس دو بريفيرونس، ما عندكمش معليش ديروا هذيك الكبيره، قطعوها دي كوب صغار، مربعات صغار. لا سالاد تاعي كيف اللي نقطعها رقيق. عندي الهيك المايس اللي كنت كيف شللته وحطيته دكوتي. شوفوا العين تاكل قبل الكرش. قد ما يكونوا لي كولور وقد ما يكونوا الالوان نلعبوا هكايا على الالوان، ميم الولاد صغار تشغل تجذبهم هذوك لي كولور كامل، ويعودوا يحبوا يذوقوا الماكله ويجوك تعجبهم. دي يقول لك لا عن حاجه وميم با يذوقوها، مي كي يشوفوا هكا يعطيهم اونفي باش يذوقوا، باش يكتشفوا، فهمتوا؟ الوغ نلعبوا بزاف على الالوان، وهاد لا سالاد مليحه معمره بلي كولور. وريت لكم البصل ديجا قطعته، هذاك البصل هذاك الاحمر دو بريفيرونس هو اللي يجي مليح في لي سالاد. ما عندكمش معليش ديروا باللي يكون عندكم، هذاك الطويل ثاني مليح. عندي النعناع ومعدنوس، نتوما ولا عندكم، انا ما كانش عندي درت غير بالنعناع وجات ولا اروع. ما عندكمش ديروا غير بالنعناع، ما عندكمش ما ديروش كامل، ما كاش مشكل. هنا بوغ لا صوص درت القارص على حسب الكونتيتي تاعكم. درت 2 حبات كبار باسكو درت كميه كبيره، انا نموت عليها هاد لا سالاد، ناكلها صباح وعشيه ما نعياش منها. الوغ دائما ندير كونتيتي كبيره ونكونسيرفيها في الفريجيدير. هنا عندي صوص بيستو، ما عندكمش تقدروا تستغناو عليها. سينو تقدروا تخدموها في الدار، الا ما لقيتوهاش ديروها بالصنوبر هذاك الصغير اللي نشربوا به لاتاي، كاين بزاف اللي يديروا في لاتاي يحبوه. الصنوبر الحبق فخي هذاك الخضر، ترحيوه مع زيت الزيتون تميكسيوه ويعطيكم هاد لاصوص تجي بزاف بنينه. في لي ساندويتش، في لي بات، في لي صوص هكذا ولا اروع. تزيدوا لها الملح، تزيدوا لها زيت الزيتون والمايونيز. فوالا هاي ليك المايونيز، ومغرفه صغيره تاع السكر باش نحبطوا شويه هذيك الحموضيه تاع القارص. فوالا سورتو اللي عندهم لي ستومايتو باش ما يضرهمش. نخلطوا بيان بالفوي ونحطوها بجيه. نجيبو كامل هذوك لي زانغريديون تاعنا دركا. فوالا شي با راح لينا المقطع، ما وريت لكمش وين نخلط الحاصل. كان الكينوا والعدس درتهم الاولين، ومن بعد درت طوماطيش، البصل، لا سالاد، المايس، الزيتون الاخضر ما قلت لكمش عليه، دينوايوتي وتقطعوه ولا تشروه مقطع ديجا، والافوكا اللي عنده يديروا، اللي ما عندوش كيف ما كاش مشكل. هذه سالاد ديروا فيها نتوما واش راكم حابين، انا عطيت لكم فكره فقط، وانتوما ديروا واش عندكم في الدار. تقدروا تزيدوا لها الفلفل الوان، تقدروا تزيدوا لها الفرomاج، تقدروا تزيدوا لها في الزيتون ثاني الكحل. المهم تقدروا تبدعوا فيها، تبدلوا فيها، ديروا فيها واش تحبوا. هاولي كان قدمتها مع المورسو دو ستيك، نتوما ديروها مع البيض، ديروها مع شو يقولوا له سكالوب دو بولي، ديروها مع لا فيونداشي دي ستيك هكا دو فيونداشي، تجي ولا اروع. كما قلت لكم طبق كامل متكامل ويشهي وبنين. نتمنى يكون عجبكم وتبارطاجيوه مع احبابكم باش تعم الفائده. عفوا.
فوالا انا هنا لحقت لافين تاع الفيديو تاعي، ونقول لكم تهلاو في روحكم، ونتلاقاو في فيديو مقبل بحول الله، والسلام عليكم.